السلام عليكم. بناء على طلبكم عنوان حلقتنا النهاردة: عايزة أزيد في وزني عشان حالي مش عاجبني. عايزين نحدد احنا هنزيد دهون ولا نزيد عضل. طب ده هحدده بناء على ايه؟ ده هتحدديه بناء على ميزانك التحليلي، بناء على مقاسات وشكل جسمك، وبناء على حالتك الصحية. دلوقتي هتكلم عن الفئة اللي عايزة تزيد دهون. الفئة دي هنعمل معاها ايه؟ اولا كده احنا لازم نزود السعرات الحرارية اللي داخلة لجسمنا، فاللي داخل يبقى اكتر من اللي خارج. هو ايه اللي داخل؟ الاكل والشرب والكلام ده كله، كل ده سعرات حرارية داخلة. وايه هو اللي طالع؟ الحرق بتاعنا، السعرات اللي بنحرقها في خلال اليوم. يعني مثلا مشيت، عملت اكل، عملت حاجات البيت، كل ده سعرات حرارية وطاقة طالعة. فلازم الطاقة اللي داخلة تبقى أكتر من الطاقة اللي طالعة عشان نخزن دهون في الجسم ونزيد في الوزن. الطاقة دي بنجيبها من الأكل والشرب. طيب أنا دلوقتي شهيتي مقفولة، هاكل ازاي وازود الطاقة بتاعتي ازاي؟ في الأول الشهية بتبقى مقفولة والمعدة صغيرة، فبالتالي احنا هندخل أكلات سعراتها الحرارية عالية وفي نفس الوقت مش بلقي، فما بتقفلش ما بتقفلش المعدة أو تملى المعدة، وكمان مش بتحسسك ان انتي بتاكلي جامد، فشهيتك مش هتبقى مشكلة بالنسبة لها. الاكلات دي زي ايه؟ الاكلات دي زي المكسرات، زي الفاكهة المجففة، زي مثلا مهلبية، كاستر جيلي، الفاكهة عامة، واسهلهم التمر. وطبعا الموز من الحاجات اللي بتزود الوزن لو خدناها زيادة، لان انا عادي بكتبها في الناس اللي عايزة تخس، بس بديهم على قد احتياجاتهم بقى، اللي هي الحلبة المعقودة، اللي هي الحلبة بالسمسم والعسل والسوداني، كل دي سعرات حرارية داخلة. وفي نفس الوقت كمان في زبدة الفول السوداني، بس انا بفضل زبدة الفول السوداني البيتي، بنحط فيها عسل نحل وبنحط عليها كمان زبدة فلاحي، فبالتالي بتبقى كالوريك دنس، او ان هي فيها سعرات حراريه عاليه وفي نفس الوقت بتكون صحيه جدا. الحاجات دي هاخدها ازاي او هاخدها كل قد ايه؟ الحاجات دي ممكن اخد كل ساعه كسناك. يعني انا دلوقتي على هنتكلم في رمضان، احنا فطرنا، وبعد ساعه ممكن اخد شويه مكسرات، اخد شويه فاكهه مجففه، اخد تمرتين 3، اخد مثلا موزايه. بعد كده كمان ساعة افرد لي مثلا معلقتين حلبة او معلقتين زبدة سوداني على شريحة توست او على ربع رغيف عيش. وبعد كده كمان ساعة ممكن اخد لي موزاية على قد ما اقدر لحد السحور، مثلا كل ساعة او كل ساعتين على حسب مقدرة كل واحد. في رمضان كمان لان فترة الصيام طويلة وساعات الصيام طويلة، فانا الزيادة مش بتبقى ملحوظة قوي او مش بتبقى زي ما احنا عايزين في الايام العادية، لان انا صايمة وفي وقت كتير انا بقلل الطاقة اللي داخلة اللي هي فترة الصيام. ففي رمضان احنا على قد ما نقدر بنزود وزننا، وعلى قد ما نقدر كمان بنحافظ على ميزاننا اللي داخلين فيه عشان ما نخسش اكتر. ملخص بسيط للناس اللي عايزة تزيد في الوزن، ولكن الناس الطبيعية اللي ما عندهاش اي مشكلة صحية تسببت في ان الوزن بتاعها يقل. كنت معاكم في نشرة أخبار الدايت دكتورة أسماء فرحات، أخصائية التغذية العلاجية للسمنة والنحافة. لو بتشوفوني على يوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وفولو لصفحة انستجرام وفيسبوك. والسلام عليكم.